يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. هو انتوا فاكرين شكله كده كل يوم؟ طبعا لا. هو ده الطبيعي بعد كل أكلة. بس ده كنت بعمل صلصة بس ده كنت بعمل شوية صلصة هي اللي عملت فيه كده. بس طبعا مهما حصل ومهما وصل للدرجة دي عمري ما اقدر اطلع من المطبخ الا لما اكون منضفة العيون ومنضفة الحوامل بتاعته كمان. بس طبعا اللي هتسيبه يوم ولا اتنين ولا اكتر هتتعب فيه، وفي الاخر مش هتقدري تعمليه وهتكسري كمان، ويوم ورا يوم عمرك ما هتشوفي شكله الحقيقي اللي كنت جايباه اول ما اشتريتيه. اوعي تفكري ان انت لو سبتيه بالمنظر ده مع الوقت هتعرفي تطلعيه. فحاولي بعد كل أكلة تمسحيه كويس جدا. على فكرة الصلصة دي شوية مية بس عليها، عايزة بقى تحطي المسحوق بتاعك أو المنظف بتاعك براحتك، بس فعلا شوية مية هيطلعوها. بس ده طبعا علشان أنا لسه مخلصة الأكل دلوقتي حالا، فعلشان كده أقدر أطلعه بسهولة. لو سبته لآخر اليوم مش هعرف خالص. الشكل طبعا يخد، بس في الآخر انت هتعرفي تعمليه علشان في يومها بتخلصيه. وطبعا اوعي تزعلي من المنظر ده ابدا، لان طبعا ده كان قبليه في ساعات وفي دقايق وفي وقت وفي تحضير علشان تعملي الاكل اللي انت كنت عاملاه. انا كنت بس بعمل شوية صلصة عشان اخزنها، وللأسف لما فرت مني الصلصة عملت المنظر ده. بس استنيتها لما خلصتها وبعد كده خزنتها، وعلى طول والبوتاجاز لسه سخن رحت على طول مسحاه فطلع. اهم حاجة وانت بتعملي الحاجة بتعمليها وانت مرتاحة، وما بيهمكيش اللي وقع ده ولا اللي اتوسخ، لانك انت قدها وقدود في اكل وفي حاجات حلوة عملتها لهم وصل للمرحلة دي. وفي الاخر وانت بتمسحي وبتنضفي على فكرة بتحسي ان انت عملتي انجاز، وتحسي ان انت مبسوطة وعايزة تقولي لهم لو عايزين حاجة كمان انا ممكن اعملها لكم. وعلى فكرة كلنا فعلا بعد ما بنخلص وبنمسحه لازم بتلاقي نفسك بتعملي حاجة تاني. اللي تقولي هستنى لتاني يوم ولا بعديها ما افتكرش، من فرحتك بيه بتعملي اكلة واتنين كمان بعديه. وبكرة الفيديو هوريكم ان انا عملت ايه عليه بعد ما نضفته. وحقيقي الفيديو اللي جاي كان اصعب فيديو، ولسه كمان الحوامل هنا. بص المنظر عامل ازاي، بس هي شوية مية وحتة سلكة كده، وشوفي المسحوق اللي انت عايزة تحطيه. انا حطيت شوية مسحوق كده صغيرين وطلعوا فعلا بسهولة. اهم حاجة وانت بتعملي الحاجة ما تزعليش وافرحي بيها، هتلاقيها كلها ماشية معاكي بالخير. شفتي بقى بعد ما خلصت وصلت لايه؟ اديني كده دلوقتي قاعدة مبسوطة ومرتاحة وخلصت كله. وطبعا احسن انجاز فعلا هو ده اللي انا بعمله. ودلوقتي مين يصدق ان ده كان هو ده؟ ويا رب يجعل ايامك كلها هنا وسعادة.